السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف حالكم غالياتي؟ أخباركم؟ نتمنى لكم كل سعادة وكل راحة يا رب. اليوم راح نقدم وصفة هندية لتطويل الشعر، وكذلك كتمنع ظهور الشيب المبكر. سنحتاج إلى زيت جوز الهند، زيت دابر أملة، وسنحتاج إلى أوراق الكاري، ورق الكاري. إذا نبدأ الوصفة على بركة الله. غادي ناخد مقلة ونحط فيها نص كوب ديال الزيت، نصف كوب من الزيت، نخليه يسخن. وغادي ناخد اوراق الكاري، انا غسلتها، نحطها في الزيت، وبعدها غادي نبقى نحركها حتى تغلى مزيان ويتحول لونها، يصير لونها اسود، يعني يتغير اللون تبع اوراق الكاري. انا حتى هادو راح احطهم السيقان، فقط يكون عندي قاعدة نصغرها. يعني تقريبا ملء حافنتين ديال اليد. وغادي ننتظر حتى يسخن ونحركو مزيان. وانتم كتقليوها البنات افتحوا الشبابيك لانه كيدخن. فشفتوا كيف لونه صار البنات؟ كناكد البنات اللي عندها الحساسيه او عندها ربو ما تقدرش تعمل الوصفه، لان ملي كتكوني تقليه او كتكوني تديريه في الزيت كيعطي واحد الريحه ودخان. دابا غادي نخليوها البنات يبرد، غادي نصفيه وعاد نضيفوا ليه زيت الامله. انا خديت قرعه غادي نحط فيها اي علبه عندك اللي ممكن تستخدميها، وغادي نحط فيها الزيت. بسم الله. هذا هو الزيت اللي عندي، غادي نضيف ليه زيت الامله، وهذا هو الزيت الهندي اللي خاص بتطويل الشعر، يعمل على تطويل الشعر ومنع ظهور الشيب المبكر. إلى أن ألقاكم أخواتي، دمتم في رعاية الرحمن.